مرحبا يا جماعة، يا متابعين. أول شي اللقاء الأول بين فارس وعيلته، فخلونا نعرف كيف فارس عرف أهله عن طريق مين. هاي تفاصيل الحلقة، حطوا لايك ويلا تعالوا. أب سلمى بيكون ببيت مناع عند أب علاء، فبيسأل مناع أسئلة عن الولاد اللي كانوا معه وعن مواصفات الأولاد الصغار. مناع بيسأل أبو سلمى عن عمر الدهمة، فبيقول له أب سلمى أن عمر الدهمة هو نفس عمر ابنه محمد لأنه ولدوا سوا، فدائما كان ياخد ابنه على نادي الخيل ويركبه على الدهمة، وكان بحبها كتير للدهمة. هون مناع بيتفاجأ وبينصدم وبيقول انه فارس كمان كان بحب الدهمة، وأول ما شافها قال لهف قلبه لإله ولهف قلبه لإله، واحتمال يكون هو ابنك. فأبو سلمى بيقول في صورة رسمها الرسام لابني محمد وهو صغير، يعني إذا شفته راح تعرف إذا هذا هو فارس ولا لا. مناع بيقول أكيد أنا ما راح أنسى صورة أخي اللي هو فارس. فأبو محمد بفرجيه الصورة لمناع، ومناع بيقول الله أكبر هذا هو فارس. تخيل فارس ابنك. فبيروحوا لعند فارس وبيخبروه. فارس بيتفاجأ انه صار عنده اب، بيبكي وبيضمه يعني مشاعر حنان. فاب سلمى بياخده على البيت ليشوف امه واخته، بيكون المشهد يعني حلو وفي مشاعر. ام سلمى بتنهار طبعا، ام يعني الام ومتها. وهذا الفيديو اشترك بالقناة وحط لي لايك.